طبق الفول اللي زي الكهرمان ده سفرتنا ما تستغناش عنه أبدا يوم الجمعة وفي سحور رمضان. هنعمله بقى بطريقة بسيطة، هيطلع معاكم زي الزبدة دايب على الآخر. وهنعمل معاه كمان أحلى دقة، يا دوب نحط منها شوية ودوقوا بقى أحلى طبق فول. يلا بينا نعمله على طول، بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. جبت نص كيلو من الفول البلدي بتاعنا، غسلته كويس قوي وهننقعه بقى في المية من نص ساعة لساعة، مش أكتر من كده، عشان قشرة الفول تستوي كويس وما نلاقيهاش بتشد معانا. وفي النص ساعة دي هنغير عليه المية مرتين كده ولا حاجة، وبعدين نشطفه من ميته ونحطه بقى في الدماسة على طول، أو حتى الحلة، مش شرط الدماسة، اللي موجود نستعمله. وهنحط عليه 3 معالق كبار مليانين من العدس ونص كوباية من الفول المدشوش، غسلتهم كويس وحطيتهم عليه. العدس لو مش متوفر ممكن نستغنى عنه، لكن الفول المدشوش أساسي لأن ده اللي بيدي قوام حلو لمية الفول. وهنحط كمان معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة مليانة من البابريكا، وليمونة واحدة بس قشرتها وهنحطها زي ما هي كده. وبعدين هنحط عليه مية سخنة بتغلي، المية نحطها تبقى مغطية الفول بشوية حلوين، ونرفعها على نار عالية ونحط عليها الغطا، بس نسيبه متورب شوية عشان لما المية تغلي ما تفرش بره. هنسيبه يغلي على النار العالية دي 10 دقايق، وبعدين نهدي عليه شمعة أقل حاجة، ونسيبه بقى من 4 ل5 ساعات. وهنجيب فوطة صغيرة زي دي كده، الفوطة دي أنا بخليها بس للفول، وهنحطها على الدماسة وبعدين نحط عليها الغطا. ولو في حاجة من الفوطة نازلة على الجوانب نرفعها فوق الغطا عشان ما تبقاش قريبة من النار. الفوطة دي بقى بتكمر الفول، ما تخليش المية تتبخر بسرعة ونضطر كل شوية نزود مية. ممكن بدل الفوطة تحط ورقة فويل ومن تحتها ورقة زبدة وتقفلوها كويس على الدماسة. وكل ساعة بقى أو ساعتين ارفعوا الغطا بالراحة كده من الجنب وبصوا على المية، لو احتاج تزودوا مية سخنة بتغلي. ونسيبه بقى يستوي براحته ونجهز أحلى دقة فول. هنحتاج شوية صغيرة من الكزبرة الخضراء، وهنحط عليهم كام واحد كده من الفلفل الحار قطعته صغير، ومعلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم. الفلفل الأخضر لقيته بارد فحطيت شوية من الفلفل الشطة ده، طبعا الفلفل الحار ده اختياري. وهنحط معاهم كمان ربع واحدة فلفلة حمراء، وهنتبلهم بقى بملح ومعلقة حلوة كده من الكمون والكزبرة الناشفة، وربع كوباية من المية، وربع كوباية من الليمون، الاتنين قد بعض. وأقل بقى من ربع الكوباية هنحط خل، يعني نحط الليمون أكتر من الخل عشان ما تبقاش حامية. ونخلط بقى الكلام ده كله بالهاند بلندر أو في الخلاط لحد ما تبقى ناعمة جدا، وبعدين نرفعها على النار تغلي غلوة واحدة بس، ولما تبرد نفضيها بقى في برطمان أو إزازة ونحطها في التلاجة، تقعد بقى معانا فترة كويسة قوي، يا دوب نحط منها شوية على الفول ويبقى جاهز على طول. بعد تقريبا 5 ساعات لقيت الفول خلاص استوى وبقى دايب على الآخر. الله على الريحة اللي مالية البيت، ولونه بقى خطير كهرمان من حلاوته وهو لسه طازة كده، يخلي الواحد يبقى عايز ياكله زي ما هو من غير حاجة خالص. هرسته بالشوكة وحطيت عليه رشة ملح، شوية كمون حلوين، مع شوية زيت زيتون بقى أو زيت عادي، ودوقوا أحلى طعم للفول. لكن لما نبقى عايزين بقى نحبشه ونظبطه كده نحط عليه بقى من الدقة اللي عملناها مع شوية طحينة حلوين مع الزيت، ونظبط سفرتنا بأحلى طبق فول. ونخلي بالنا مع السحور ما نكترش من الدقة عشان الفول يبقى خفيف. جربوه وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله، وأشوفكم على خير.